السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة لينا على القناة. سواء كنت بتستخدم بي سي أو لابتوب أو حتى عندك سمارت تي في أو عندك تلفزيون عادي وموصل عليه تي في بوكس، بتحتاج دايما إن يبقى معاك كيبورد وايرلس علشان توصله على المنصات المختلفة ديت لو حبيت إنك تتصفح مثلا أو حابب تستخدم كيبورد إضافي مع اللابتوب بتاعك. وأهم حاجة بتيجي في دماغك وأنت بتدور على الكيبورد دوت إن هو يكون اعتمادي، يعني تقدر توصله على أكتر من منصة، يكون حجمه مش كبير علشان يسهل عليك دايما الاستخدام. يعني مثلا تكون قاعد على الكنبة ومريح ومشغل التلفزيون بتاعك وحاطط الكيبورد على رجلك وشغال بيه، ويا سلام لو يبقى اكثر اعتماديه ويبقى في حاجه تخليك تستخدمه كماوس وكيبورد في نفس الوقت، ويا سلام كمان لو سعره كان منافس ويكون جاي من براند محترم. وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي بتتوفر في كيبورد واحد وهو اللوجيتك الكي 400 بلس. ده شكل علبة الكيبورد. الكيبورد جاي في كيس بلاستيك داخل الكرتونة، المانيوال طبعا بتاع الكيبورد، وهتلاقي هنا زي ما انت شايف كده علامة علشان تاخد بالك ان هنا اليو اس بي بتاع الكيبورد. ولو جينا نتكلم عن شكل وخامات الكيبورد، بيجي من خامات بلاستيكيه بالكامل وما فيهوش اي نوع من انواع البهرجه، ما فيهوش ار جي بي، ما فيهوش باك لايت تقدر تشوف منه لو انت قاعد في الضلمه. البلاستيك بتاع الكيبورد مش هكذب عليكم، بلاستيك انت وانت بتستخدمه هتحس ان هو بلاستيك من نوع رخيص. الكيبورد لو دوست عليه شويه كده تلاقيه بيتني معاك يمين وشمال، مش ماسك نفسه. البلاستيك بتاعه ما تحسش ان هو بلاستيك صلد كده، لا تحس ان هو بلاستيك لاين شويه. ولكن الميزه اللي جايه فيه ان البلاستيك ده مش بلاستيك جلوسي، مش بيبصم نهائيا مهما استخدمته، ايدك بقى مبلوله ايدك مش مبلوله. دي ميزه انا بحبها الصراحه في الكيبوردات اللي زي ديت، وخصوصا كمان ان هي فيها هنا تاتش باد، والتاتش باد ده لو جلوسي بقى يعني بيبقى ملحوس وبيبقى حالته بالبلة الصراحه، بيبقى شكله وحش جدا وبيبقى محتاج تنظيف على طول. اما بالنسبه لشكل الكيبورد هو بيجي شكل سيمبل خالص، ما فيهوش اي نوع من انواع البهرجه زي ما قلنا، يا دوبك فيه الازرار الاساسيه اللي هي موجوده في اي كيبورد، بالاضافه لبعض الازرار بقى المخصصه للمالتي ميديا او الازرار بقى الفانكشن اللي انت بتستخدمها. فبالنسبه للخامات بتاعه الكيبورد ده يعني نقدر نديها الصراحه 6.5 7 من 10، مش اكتر من كده. اما بالنسبه للمواصفات التقنيه بتاعه الكيبورد اللي معانا بيجي بتاتش باد مدمجه مع الكيبورد، تقدر تستخدمها طبعا بديلا عن الماوس. بتقدر تستخدم الكيبورد دوت مع اكتر من نظام زي الويندوز او الكروم او اس او حتى الاندرويد. بتقدر تستخدم الكيبورد على مسافه طويله من الريسيفر بتاعه وبتوصل ل 10 متر. الكيبورد طبعا ما بيحتاجش اي برنامج، بيشتغل على طول بلاج اند بلاي، وده زر التشغيل الاون والاوف، وبيشتغل عن طريق حجرين AA، والمفروض ان الحجرين دول بيدوموا معاك لمده 18 شهر. بالنسبه لتجربه استخدامي للكيبورد دوت، فالكيبورد الصراحه انا مبسوط منه جدا. الكيبورد اعتمادي جدا، الاستخدام بتاعه سهل جدا. الزرار اللي هنا دوت اللي هو بديل للكليك الشمال في الماوس، مش قادر اقول لكم هو زرار رهيب قد ايه، وبيمكنك بقى بسهوله من انك انت تستخدم الكيبورد في ان التاتش باد انت شغال اهو بايدك اليمين عادي جدا، والزرار الشمال دوت بتستخدمه بقى في الدخول للفولدرات او الدخول لاي حاجه تانية، بالاضافه كمان لان هو فيه الزرين بقى اليمين والشمال موجودين بشكل تلقائي، مفيش اي مشكله. ازرار المالتي ميديا اللي موجوده فيه شغاله كلها، ما فيهاش اي مشاكل، سواء بتاع التعليق وتوطيد الصوت او انك تعمل ميوت مثلا للصوت، وده على المنصات المختلفه اللي انت بتشغلها عليه. الازرار المخصصه للفانكشن سواء الهوم او باك، لو انت شغال برضو زي ما قلنا على البي سي وبتتصفح حاجه معينه، او موصله على التلفزيون السمارت بتاعك، او موصله حتى على تي في بوكس، التصفح فيه بيبقى سهل الصراحه، ما بيبقاش فيه اي مشاكل، وبتحس بسلاسه كده بالحاجه وانت شغال. وعلامه الماوس موجوده برضو قدامك علشان تسهل لك الاستخدام بتاعك، وبدرجه كبيره بتحس انك انت بتستخدم الماجيك ريموت مثلا بتاع تلفزيون ال جي اللي هو بتستخدمه زي الماوس بالظبط. انت هنا بتاخد نفس التجربه بس بحاجه اكبر شويه، وبتديك طبعا خيارات انك تعمل بيه حاجات كتير اكتر من كده. الكتابه على الكيبورد هنا برضو مش هتختلف كتير عن الكتابه على كيبورد بتاع اي لابتوب. الكي ترافل هنا صغيره زي الكيبورد بتاع اللابتوب بالظبط. لو انت عندك لابتوب من ديل مثلا او من اتش بي، هتحس ان هو الكيبورد هنا مشابه ليه بدرجه كبيره، مش هيختلف عنه كتير. على اغلب المواقع المصريه هتلاقيه موجود عربي وانجليزي، فده برضو حاجه بتسهل عليك انك انت مش محتاج بقى انك تاخده تطبع عليه مثلا او حاجه زي كده، لان الكيبورد طبعا لوجيتك ليه وكيل هنا في مصر وشركه اناسيا. ومن اهم الحاجات يا جماعه انك وانت بتشتري تتاكد من اللوجو بتاع الوكيل، عشان ده بيبقى معاه ضمان 2 استبدال. فالتجربه في المجمل تجربه جيده، ولكن كل المميزات دي ما تلغيش ان هو في عيوب، وفي عيوب انت ممكن تتغاضى عنها، وفي عيوب انت ممكن بقى يعني تشوف ان العيوب دي جوهريه بالنسبه لك وممكن ما تحبهاش وممكن ما تشتريش الكيبورد ده بسببها. اول حاجه من العيوب ديت ان هنا الكيبورد زي ما قلنا ما فيهوش اي نوع من انواع الرفاهيه، ما فيهوش اي باك لايت خالص، فانت لو قاعد في حته ضلمه مثلا او حاجه مش هتبقى شايف اي كتابه موجوده على الازرار. دي من الحاجات اللي ممكن ما تفرقش مع واحد بس ممكن تفرق مع واحد تاني. تاني حاجه زي ما قلنا الخامات بتاعه الكيبورد ضعيفه جدا. الكيبورد هنا
يعني لو دوست عليه يمين او شمال بتلاقيه بيروح معاك الجسم بتاعه مش صلد بالدرجه الكافيه، فدي برضو نقطه من النقط اللي ممكن تفرق مع حد وممكن ما تفرقش مع حد تاني. العيب التالت برضو ودي حاجه انا ما بحبهاش اصلا بقى، بس انا جبته عشان سعره طبعا، يعني ان هو بيشتغل بالحجاره الاي اي، وانا ما بحبش الصراحه اي جهاز استخدمه دلوقتي يكون بيشتغل بحجاره وما يكونش بيتشحن. انا بحب الاجهزه اللي بتتشحن لانها بتسهل عليك الحياه، ولكن بيقلل العيب ده نوعا ما، ان بيقول لك ان الحجاره هنا بتقعد ل 18 شهر، هنفرض انها بتقعد حتى سنه مش 18 شهر، هتبقى دي الصراحه حاجه كويسه جدا مش هتضايقك قوي. فممكن ده عيب يفرق مع واحد وممكن ما يفرقش مع واحد تاني. العيب اللي بعد كده برضو ان الكيبورد هنا بيشتغل عن طريق الوايرلس ريسيفر، مش بيشتغل عن طريق بلوتوث. لو بيشتغل عن طريق بلوتوث طبعا ده بيفتح لك افاق كتيره بقى، وبيخليك تبقى موصله على الجهازين او الثلاثه اللي عندك من غير ما تحتاج انك انت تشيل ريسيفر من البي سي تنقله لللابتوب، او تشيله من اللابتوب تنقله للتي في بوكس، او تشيله من التي في بوكس تنقله للسمارت تي في عندك. ده نوعا ما بيرهق برضو، ما بيبقاش افضل حاجه، ولكن ده برضو عيب من العيوب اللي ممكن تفرق مع واحد وممكن تفرقش مع واحد تاني. اما اخر عيب بقى ان يا جماعه للاسف انا جربت الكيبورد ده على اكتر من منصه، جربته على البي سي اديله فول مارك في الشغل، جربته على سمارت تي في كان اندرويد اديله فول مارك في الشغل بتاعه، جربته على شاومي مي بوكس اس التي في بوكس طبعا المشهور جدا اللي كنا عملنا برضو عنه حلقه هتلاقيها على القناه بتاعتنا، لقيت فيه مشكله غريبه جدا ان مش كل الحروف بتشتغل. وانا بعمل سيرش على اليوتيوب في حروف كتيره، الجي والاف والواي واليو تقريبا، ويمكن اكتر من حرف كمان مش متذكرهم دلوقتي، ما بيشتغلش في السيرش، مع ان الحروف دي انا اول ما جربت شكيت ان الكيبورد يكون فيه مشكله، ولكن لقيتها شغاله معايا على الكمبيوتر عادي ما فيهاش اي مشاكل. فدي مشكله ان في بعض الحروف مش شغاله في البحث بتاع اليوتيوب على المنصه دي، فده بقى عيب من العيوب اللي ممكن فعلا يفرق مع حد لو هو كان جايبه مخصوص لحاجه زي كده. فساعتها اقول لك لا يعني ما تجيبوش بقى الصراحه، لان اكيد انت هتكون جايبه علشان تبحث بيه مش علشان تخش بيه على البرامج او تشغل او تقفل بيه الجهاز وخلافه، لان كل ده بيعمله الريموت بتاعه بكل سهوله. ولكن الاستخدام القوي بتاع الكيبورد ده هيكون في التصفح على المنصه ديت. ولكن وخلاف ذلك ارشح لك الكيبورد ده بقوه جدا الصراحه، هتستخدمه على اكتر من منصه زي ما قلنا، هيبقى معاك ككيبورد احتياطي للبي سي بتاعك، خصوصا لو انت بتستخدم كيبورد ميكانيكال، لان يعني الكيبوردات الميكانيكال دي تعبت الناس الصراحه، ومفيش حد بيشتري كيبورد ميكانيكال خصوصا في الفئات الاقتصاديه وبيقعد معاه كتير ودايما الازرار بتعلق معاه وبتبقى شغلانه الصراحه كبيره. فان يبقى معاك كيبورد احتياطي سبير زي كده بينفع معاك بدرجه كبيره جدا، وخصوصا بقى كمان لو انت اشتريت الكيبورد ده في عرض من العروض اللي بينزلهم الوكيل او بتنزلهم المحلات، لان هو سعره بيتراوح في الوقت الحالي ما بين ال 550 وال 700 جنيه، وده طبعا سعر وقت تصوير الفيديو ده يا جماعه، ومتوقع طبعا الاسعار بتتغير بوتيره كبيره جدا. للأسف يا شباب بقى، والواقع اللي بنعيشه في الوقت الحالي فعلا وتيرة الأسعار اتغيرت، ولكن بشكل أسرع وأكبر من اللي أنا كنت متخيله بدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن سعر الكيبورد في الوقت الحالي بيتراوح ما بين 700 جنيه ودي أقل حاجة ممكن تلاقيها لحد 1050، وقطعا لسه ترشيحي للكيبورد قائما زي ما قلت لك في الفيديو، ولكن ما بقاش بالنظر لسعره الصراحة، ولكن بالنظر لاحتياجك ليه من عدمه. وطبعا هسيب لكم لينكات للشراء موثوقة إن شاء الله على قناتنا بتاعت التليجرام مع الإشعار بتاع نزول الفيديو ده. بس كده يا شباب، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى طبعا إنكم تكونوا استفدتوا، واتمنى انكم تدعموني بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج، وتشتركوا في قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها العروض والكوبونات المختلفة اول باول. كان معاكم خالد سامي، اشوفكم على خير في فيديوهات قادمة لينا ان شاء الله. سلام.